السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكاترة المستقبل. أهلا بيكم يا شباب في قناتكم جو ماث مستر عاطفي. إن شاء الله النهارده هناخد ليسن 2 من المنهج بتاع البكالوريا ميديكال باث، حاجة اسمها ديفيجن اوف بولينوميالز. الليسن ده كنا احنا خدناه قبل كده في بريب 1، بس إن شاء الله السنة دي هيبقى سهل شوية. أنا مستر عاطفي. لو أول مرة تشوف الفيديو وتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو بنزله، وكمان حل التقييمات والريفيجن بتاعتنا. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى ونشوف الليسون بيتكلم عن division of polynomials. طبعا كلمة division كلنا عارفين. البولينوميال دي الكونسبت احنا كنا خدناه قبل كده في بريب 3. هو ليه تعريفات بس انا مش هخش معاك بقى، احنا هنقول زي ما قلت لك في اول فيديو هنشرح اللي احنا عايزين نفهمه بس. هنا اللي هي كانت اللونج ديفيجن. بص بيقول ايه بقى السؤال بتاعنا: find the quotient of dividing x power 2 minus 7x plus 10 by x minus 2. احنا في الديفيجن كان عندنا شويه حاجات، ده كده اللي قبل الديفايد ده اسمه الديفيدند وده اسمه الديفايزر. طب احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا اول حاجه بنعمل ارينج للاكسبريشن ده. يعني انا عندي اكس باور 2 اكس باور 1 بعد كده ما فيهاش اكس، ده كده ارينج. هنا نفس الكلام لازم اعمل لهم ارينج. خلاص خلصنا الارينج نبدا بقى نعمل الديفيجن بتاعتنا. طبعا كلكم فاكرين الشكل دوت اللي هي درجه السلم اللي كنا بنعمل ايه مسمينها كده واحنا مع بعض في بريب 1. طب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه بص على الديفيدند ده احنا لقيناه مترتب خلاص، يبقى نكتب هنا ايه؟ اكس باور 2 ماينس ال 7 اكس بلس ال 10، وهنا هنكتب الديفايزر بتاعنا اللي هي الاكس ماينس 2. في حاجه بقى مهمه جدا 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 ليك بعد ما تكتب الديفيدند دوت، لازم تاخد بالك من حاجه مهمه. انت اول حاجه بادئ باكس باور 2، يعني انا عندي هنا اكس باور 2 لازم بعدها يكون اكس باور 1. لو اكس باور 3 لازم يكون بعدها اكس باور 2 اكس باور 1 اكس باور 0. لازم اكون ماشي من الترتيب ده. لو في حاجه مش موجوده هنسيب لها سبيس زي ما احنا نشوف بعد كده في الاكسرسايز. ماشي. طب احنا كده اول حاجه ايه عملنا؟ ايه الستبس بتاعتنا؟ عملنا الرينج وعملنا الايه الشكل بتاع الديفيجن. نبدا بقى بالديفايدد. كنا احنا بنعمل الديفايدد ايه؟ بناخد الفيرست تيرم مع الفيرست تيرم، فيرست تيرم في الديفيدند مع الفيرست تيرم في الديفايزر. اكس باور 2 ديفايدد اكس يبقى يتفضل معايا ايه؟ اكس، عشان احنا بنعمل ماينس للباور. بعد الديفايدد بنعمل باي، هنعمل باي مين مع مين؟ الاكس تايمز الاكس تبقى اكس باور 2، والاكس تايمز النيجاتيف 2 تطلع نيجاتيف 2 اكس. الماينس بقى كنا احنا بنقول ايه مع بعض في بريب 1 يا شباب؟ في الماينس ناخد لاين ونغير الساين، نغير الساين اللي تحت، دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، دي نيجاتيف هتبقى ايه؟ هتبقى بوزيتيف. اول تو تيرم لازم بيمشوا مع بعض بالكنسل، عشان اكس باور 2 ماينس اكس باور 2 تطلع بزيرو. هنا اللي كان بيلخبطك وانت في بريب 1 الساين. خد بالك كان في بريب 1 الليسون ده كانت افكاره رخمه جدا، بس انت بالنسبه لك هيكون سهل لسببين. اول حاجه انت كبرت في السن فعقلك كبر وطريقه تفكيرك اتغيرت. تاني حاجه المطلوب، هو هنا مطلوب منك حاجات سهله جدا. لما اجي اعمل ماينس او بلس انت عارف بقى نيجاتيف 7 بلس 2 بنعمل ماينس وناخد الساين بتاعت الكبير يبقى نيجاتيف 5 اكس. لو انت هتتلخبط اعملها بالكالك، دروب اللي عليه الدور اللي هو ال 10. طب انا كده خلصت. احنا في بريب 1 كنا بنقول ايه؟ بنخلص لما نلاقي زيروهات. هنا مش هنلاقي زيروهات، هنلاقي ممكن تكون ريميندر. طب اعرف منين؟ دايما كل خطوه تقارن بين الاكس دي والاكس دي. لازم الاكس اللي هنا الباور بتاعتها عشان توقف تكون اصغر من الاكس دي، يا اما ما تكونش موجوده خالص. اوكي. طب انا عندي هنا اكس باور 1 وهنا اكس باور 1 لسه هكمل. اوكي. طب يلا نبدا بقى نعمل ديفايد الثاني. ناخد الفيرست تيرم مع الفيرست تيرم، نيجاتيف 5 ديفايدد 1 بنيجاتيف 5. طب ما هنا اكس باور 1 واكس باور 1 هيتكنسل. خلصنا الديفايدد نخش على الباي، ناخد النيجاتيف 5 باي اكس تطلع نيجاتيف اكس. لازم اول ترم ده بيتكتب تاني كاني بكتبه تحت زي ما هو، نيجاتيف 5 باي نيجاتيف 2 تطلع بوزيتيف 10. وناخد لاين يا دكتور ونعمل ايه؟ ونغير الساين يا مستر، دي بوزيتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف، دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف. بص كده نيجاتيف 5 بلس 5 تطلع بزيرو، بوزيتيف 10 ماينس 10 تطلع برضو بكام؟ بزيرو. كده احنا خلصنا كده ايه؟ لانها طلعت بزيرو. كنا احنا بنكتب الكوشنت، هنا هنكتب حاجتين بقى. الكوشنت بتاعنا ايه؟ الاكسبريشن اللي فوق اللي هي الاكس ماينس 5. وفي حاجه اسمها الريميندر بقى. الريميندر يا شباب اللي هي اخر حاجه فضلت معايا اللي هو بكام؟ بزيرو. احنا ممكن بعد كده ايه؟ نكتب ار ونكتب اي كيو خلاص على كده. اوكي. ده كده الليسون، ده كده الليسون. انت افتكرت او ما افتكرتش تعال نخش على الاكسرسايز اللي بعده. طبعا يا شباب دوت انا بشرح معاك الاكسرسايز اللي موجوده في كتاب المدرسه لان المعاصر ما نزلش. هنا ايه اول اكسرسايز كان بيقول ايه؟ find the quotient and the remainder when polynomial a is divided by polynomial b. خد بالك من دي عشان دي مهمه جدا في الترتيب. a is divided by b، ال a هي اللي بتتكتب تحت هنا، ال b هي اللي بتتكتب هنا، او بمعنى اخر
الاي هي الديفيدند والبي هي الديفايزر. خلاص، عشان دي هنحتاج لها بعد كده لما نيجي ناخد البارت الثاني او الجزء الثاني من الليسون. طب هنا الاي هنكتبها تحت، انا عندي هنا اكس باور 2، بعد كده ماينس ال 5 اكس، بعد كده بلس ال 1 اكس ماينس 2. احنا عندنا 3 ستيبس، ديفايدد باي ماينس. ابدا على طول؟ لا مش هبدا على طول بقى، انا قلت لك لازم نشيك على الديفيدند. اكس باور 2 بعد كده اكس باور 1 بعد كده ما فيهاش اكس، خلاص اشتغل على طول. امتى اوقف؟ لما تكون في واحده مش موجوده، هنشوفها في الاكسرسايز اللي جاي ان شاء الله. بصوا كده يا شباب، نبدا بالديفايدد. هناخد الفيرست تيرم نعمله ديفايد مع الفيرست تيرم. اكس باور 2 ديفايدد اكس، يتفضل معايا اكس. الاكس بنعمل لها ملتبلاي، اكس تايمز اكس نكتبها تحت اول واحده اكس باور 2. اكس تايمز نيجاتيف 2 تطلع نيجاتيف 2 اكس، نكتبها ايه؟ نكتبها تحت السكند تيرم. والماينس ناخد لاين ونغير الساين، البوزيتيف نيجاتيف والنيجاتيف ايه؟ هيبقى بوزيتيف. واشتغل بقى بالساين الجديده، اكس باور 2 ماينس اكس تطلع بزيرو. نيجاتيف 5 بلس 2 تطلع نيجاتيف 3 اكس. الله يبارك لك، عشان الساين الناس تروح كاتباها بوزيتيف 3، هتلاقي الانسر اختلفت وغلطنا بعد كده. نعمل دروب اللي عليه الدور اللي هو البلس الايه؟ بلس ال. جميل، نبدا نشوف هنوقف ولا نكمل. بص على الاكس دي، الباور اللي هنا اصغر من دي، لا يا مستر زيها، يبقى نكمل. يعني احنا قلنا بنوقف في حالتين، لما تكون مختفيه تماما او الباور بتاعتها اصغر منها. طب يلا نبدا نعمل ديفايد. عندي نيجاتيف 3 ديفايدد 1 تبقى نيجاتيف 3. هنا الاكس هتتكنسل مع الاكس عشان هما الاثنين ليهم نفس الباور. نيجاتيف 3 تايمز اكس تطلع نيجاتيف 3 اكس. نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 2 تطلع نيجاتيف، تطلع بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 6. خد لاين وغير ايه؟ غير الساين، النيجاتيف خليه بوزيتيف اهو، والبوزيتيف خليه ايه؟ خليه نيجاتيف. طب نيجاتيف 3 بلس 3 بزيرو، 1 ماينس 6 بنيجاتيف 5. هنا الاكس اختفت خلاص، فما فيش اكس. فكده خلاص ده اسمه الكوشنت وده اسمه الريميندر. فاحنا هنكتب بقى الكوشنت بتاعنا اللي هو الاكس ماينس 3، والريميندر بتاعنا اللي هو كام؟ اللي هو نيجاتيف 5. بس كده، بس كده الليسون. ده الفيرست بارت من الليسون بتاعنا، والبارت الثاني اسهل منه. تعال نشوف الاكسرسايز اللي جاي. هنا بيقول ايه؟ ان الاي بتاعتنا اللي هي الديفيدند اللي هو بيتكتب تحت اكس باور 3 ماينس 4 اكس بلس 1، وهنا البي اكس ماينس 3. طب البي كده ما فيهاش مشكله، دي هكتبها زي ما هي هنا خلاص اكس ماينس 3. طب الديفيدند المفروض اكس باور 3، وانا بكتب لازم اركز بعديها اكس باور 2. هل هنا في اكس باور 2؟ لا يا مستر مفيش اكس باور 2. طب اعمل ايه يا مستر؟ سيب لها سبيس. انت ما تحطش اللاين ده في الامتحان، انا بس في الشرح ببين لك ان انا سبت لها سبيس، انت بعد كده بتكمل بتعملها عادي. ماينس 4 اكس بلس ال 1. يبقى انا الغايب، مش الغايب ملوش نايب بقى، ده الغايب ليه نايب وانا احترمته. خلاص، نبدا نعمل الستبس بتاعتنا. ديفايدد باي ماينس، ناخد الفيرست نعمله ديفايد مع الفيرست. اكس باور 3 ديفايدد اكس يبقى اكس باور 2 عشان بنعمل ماينس للباور. بعد الديفايدد باي اكس باور 2 تايمز اكس تبقى اكس باور 3. اكس باور 2 تايمز نيجاتيف 3 تطلع نيجاتيف 3 اكس باور 2، واكتبها فين؟ تحت السبيس بتاعتها كانها مش موجوده. اوكي، طيب تعالى ناخد لاين ونغير الساين. دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، طب دي نيجاتيف اخليها بوزيتيف. اول تو ترم بيتكنسلوا، هنا مفيش حاجه كأن في زيرو. 0 بلس 3 تبقى 3 اكس باور 2، واعمل دروب لكل اللي عليه الدور نيجاتيف 4 اكس بلس ال 1. فادتني ايه؟ ادتني اكس. اتاكد بقى الاكس باور 2 هنا اكس، لا دي الباور دي بتاعت اكبر من دي، يبقى لازم اكمل تاني. لو قلنا بنوقف لو هنا الاكس بتختفي او الباور بتاعتها بتطلع اصغر منها. طب نبدا نعمل ديفايد. 3 ديفايدد 1 تبقى بلس 3، لان انا باخد النمبر اعمله ديفايدد للنمبر والفاريبل مع الفاريبل. 3 ديفايدد 1 ب 3، اكس باور 2 ديفايدد اكس يتفضل معاك اكس باور 1. خلصنا الديفايدد نعمل باي، ناخد ال 3 اكس نعملها مع الاكس تطلع 3 اكس باور 2. بوزيتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 بنيجاتيف 9 اكس. الخطوه الجايه ايه يا دكتور؟ الماينس يا مستر. الماينس بنعمله ازاي؟ ناخد لاين ونغير الساين، دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، طب دي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف، واشتغل بالايه؟ بالساين الجديده. اول تو تيرم بيتكنسلوا مع بعض. نيجاتيف 4 اكس بلس 9 تطلع بكام؟ ب 5 اكس. دروبت اللي عليه الدور اللي هو البوزيتيف 1. اتاكد هنا اكس يا مستر وهنا اكس، لسه بقى هكمل خلاص. تمام؟ طيب انا هنرجع نعمل ديفايدد. 5 ديفايدد 1 5، والاكس اتكنسلت مع الاكس. طب يلا نكمل بعد كده يا شباب. هنعمل ايه؟ هنعمل باي 5 تايمز اكس تبقى 5 اكس. 5 تايمز نيجاتيف 3 بنيجاتيف 15. تاخد لاين وتغير الساين، دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، دي بزيرو. 1 بلس 15 تطلع ب 16. نوقف؟ نوقف لان الاكس بتاعتنا اختلفت. خلاص كده الاكس خلصت بتاعتنا، فنكتب حاجتين بقى. هنكتب الكوشنت اللي هو اللي فوق
x باور 2 بلس 3x بلس ال 5. طب والريميندر بتاعنا اللي هو طلع بكام؟ طلع ب 60. خلاص تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا جايب لك الايه بقى 6x باور 3 ماينس 8x باور 2 بلس ال 5، وعندي ايه البي اللي هو الديفايزر 2x باور 2 ماينس 2x ماينس 5. تعال نكتب الديفيدند الاول بتاعنا. نكتب الديفيدند بتاعنا اللي هو ايه 6x باور 3، المفروض يكون بعدها x باور 2 موجوده خلاص، نيجاتيف 8x باور 2، المفروض يكون بعدها x باور 1، مفيش x باور 1، قلنا هنحترمها ونسيب لها السبيس بتاعها. خلاص بعد كده هنكتب ايه؟ هنكتب البلس 5. طب هنا هكتب ال 2x باور 2 ماينس ال 2x ماينس ال 5. الستبس بتاعتنا ديفايدد باي ماينس. يلا نبدا اول حاجه ناخد الفيرست ديفايدد الفيرست. عندي هنا الفيرست 6x باور 3 مع الايه ديفايدد مع 2. ناخد النمبر ديفايدد النمبر، 6 ديفايد 2 تطلع ب 3. هنا x باور 3 x باور 2 يتفضل معايا x واحده بس عشان بنعمل ماينس للباور. بعد كده الملتبلاي، ناخد ال 3x تايمز ال 2 تطلع ب 6x باور 3. ناخد بعد كده 3x تايمز النيجاتيف 2x تطلع ايه؟ بوزيتيف باي نيجاتيف تطلع نيجاتيف 6x باور 2. كمل تاني عشان لسه في نيجاتيف 5. 3 تايمز نيجاتيف 5 بنيجاتيف 15x. الخطوه الجايه يا صاحبي هنعمل ايه؟ ايوه برافو عليك، لاين ونغير ايه؟ ونغير الساين. دي نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف ودي كمان هتبقى بوزيتيف. اول تو ترم بيتكنسلوا مع بعض عشان 6 ماينس 6 بزيرو. نيجاتيف 8 بلس 6 تطلع نيجاتيف 2x باور 2. طب هنا انا عندي 15x فوق منها مفيش حاجه، ما احنا قلنا كانها زيرو، تتكتب بلس 15x. بلس مين؟ اعمل دروب عليه الدور اللي هو ال 5. نرجع بقى نتاكد هنوقف ولا هنكمل. هنا x باور 2 هنا x باور 2 لسه هكمل. احنا قلنا بنوقف لما تكون الباور بتاعت الاكس دي اصغر من دي او مختفيه تماما. طب نعمل ايه بقى؟ نبدا نعمل ديفايد الثاني. ناخد الفيرست ديفايد الفيرست. هنا نيجاتيف 2 ديفايد 2 تطلع بنيجاتيف 1. x باور 2 واكس باور 2 كنسلوا مع بعض، ابدا اعمل ملتبلاي. دي نيجاتيف 1 تايمز 2 تطلع نيجاتيف 2x باور 2. نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 تطلع بوزيتيف 2x. خد بالك انا بقول لك اهو عشان انت بتحل هتلاقي نفسك غلطت، افتكر انك انت غلطان في الساين، في الملتبلاي بتاع الساين والبلس بتاعهم، عشان كده اشتغل بالكالك. نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 5 تطلع بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 5. خد لاين بقى يا دكتور وغير مين؟ غير الساين. دي نيجاتيف اخليها بوزيتيف، طب دي بوزيتيف اخليها نيجاتيف، دي بوزيتيف اخليها نيجاتيف، وابدا يعمل سمبليفاينج. اول تو ترم هيتكنسلوا. هنا 15x minus 2x تطلع بكام؟ 13x. 5 minus 5 بكام؟ بزيرو، خلاص اتكنسلت. نوقف مش عارف. هنا في x باور 1 وهنا في x باور 2، كده خلاص خلصنا. ليه بقى؟ لأن الاكس هنا الباور بتاعتها أصغر من الديفايزر بتاعنا، فاحنا كنا هنكتب حاجتين، هنكتب الكوشنت ونكتب الريميندر. الكوشنت اللي كتبناه فوق اللي هو 3x minus 1، الريميندر اللي هو كان بكام؟ 13x. زي الفل زي الفل. تعالى نخش على الاكسرسايز اللي بعده. نفس الكلام برضو. طبعا يا شباب الناس ما تزهقش من الاكسرسايز كتير عشان هو ده اللي هيخليك تثبت المعلومه وتحل، ويا ريت تعمل بوز للاكسرسايز قبل ما احله وتحله تاني بعد كده، او بعد ما احله وتحله تاني لوحدك. جايب الاي عباره عن 3x باور 4 ماينس 5x باور 3 بلس الاكس ماينس ال1، والبي اللي هي نيجاتيف اكس باور 2 بلس 3x بلس 2. طبعا هو دوت الديفيدند هيتكتب تحت في السبيس دوت، وهنا دوت الديفايزر هيتكتب هنا. طيب تعالى نكتبها كده. هنكتب اول حاجه 3x باور 4. طبعا وانت بتكتب احنا متفقين بقى ان x باور 4 المفروض يكون بعدها x باور 3. عندي هنا نيجاتيف 5x باور 3 خلاص موجوده. بعد كده عندي المفروض يكون x باور 2، بس هنا مفيش x باور 2. قلنا اللي مش غايب، اللي غايب هنعمل له نايب، هنسيب لها السبيس بتاعها. بعد كده نكتب البلس x بتاعتنا او البوزيتيف x، بعد كده الماينس ال1. وادي الديفايزر بتاعنا هنكتبه ده نيجاتيف x باور 2 بلس 3x بلس 2. خلاص دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا كتبنا الديفيدند مكانه والديفايزر مكانه. عندنا 3 ستيبس، ديفايدد باي ماينس. نعمل ستارتنج ويز ديفايدد. انا عندي هنا 3x باور 4 هبدا اعملها ديفايد باكس باور 2، واحنا متفقين ان النمبر ديفايدد النمبر والليتر ديفايدد الليتر. 3 ديفايدد نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 3. عندي هنا x باور 4 وهنا x باور 2، هنعمل ماينس للباور تبقى x باور 2. بعد الديفايدد هيبقى باي نيجاتيف 3x تايمز نيجاتيف x تطلع بوزيتيف 3x باور 4، وهنا نيجاتيف 3 تايمز 3 تطلع نيجاتيف 9x باور 3، لان انا عندي هنا x باور 2 هنا x باور ايه باور 1. بعد كده ناخد النيجاتيف 3x تايمز 2 تطلع نيجاتيف 6x باور 2. الماينس بتاعنا احنا متفقين ناخد لاين ونغير ايه؟ ونغير الساينز كلها.
دي بوزيتيف هتبقى هنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف تبقى نيجاتيف، هنا نيجاتيف هنخليها بوزيتيف، هنا نيجاتيف برضه هنخليها بوزيتيف. اول تو تيرم دول هيكنسلوا مع بعض عشان 3 minus 3 equals 0. هنا نيجاتيف 5 بلس 9 تطلع ب 4x باور 3. نيجاتيف 6x باور 2 فوق منها ما فيش حاجه كانها 0 تطلع زي ما هي 6x باور 2. ونعمل دروب اللي عليه الدور اللي هي البوزيتيف x ماينس الواي. اوكي، احنا قلنا هنوقف لو كانت الباور اللي بتاعت الاكس ديت اصغر من الاكس دي او تكون الاكس مش موجود. نبدا نعمل ديفايد تاني، ناخد ال 4 ديفايدد نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4. عندي هنا اكس باور 3 وهنا اكس باور 2، يبقى عندي اكس باور كام؟ اكس باور 1 عشان بنعمل ماينس الباور. بعد الديفايدد نخش على الباي. نيجاتيف 4 اكس هناخدها مع نيجاتيف اكس باور 2 تطلع بوزيتيف 4 اكس باور 3. بعد كده نيجاتيف باي بوزيتيف نيجاتيف 12 اكس باور 2. والله يكرمك بالكالكا عشان خاطر الساين ما تتلخبطش فيها. نيجاتيف باي بوزيتيف تطلع نيجاتيف 8 اكس. وناخد لاين ونغير ايه يا شباب؟ ونغير الساين. طبعا دي بوزيتيف هتبقى هنا نيجاتيف، دي نيجاتيف هنكتبها بوزيتيف، ودي نيجاتيف هنخليها برضو ايه؟ برضو بوزيتيف. اول تو تيرم بيتكنسلوا عشان 4 minus 4 equals 0. هنا بوزيتيف 6 بلس 12 تطلع ب 18 اكس باور 2. طيب عندي 1 اكس بلس 8 اكس تطلع بكام؟ ب 9 اكس. نعمل دروب للنيجاتيف 1 اللي على الدور، نشيك على الاكس بتاعتنا. هنا اكس باور 2 هنا اكس باور 2. لا هنكمل بقى، احنا بنوقف لما تكون اصغر منها. نبدا نعمل الديفايد يا شباب، تبقى طبعا 18 ديفايدد نيجاتيف 1 تطلع نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 18. اكس باور 2 اكس باور 2 هيكنسلوا مع بعض. طبعا نبدا نعمل ملتبلاي، نيجاتيف باي نيجاتيف تطلع بوزيتيف 18 اكس باور 2. نيجاتيف باي بوزيتيف تطلع نيجاتيف، لما اجي اعمل 18 تايمز 3 هتطلع 54 اكس. بعد كده نيجاتيف 18 تايمز 2 تطلع كام؟ نيجاتيف 36. ناخد لاين ونغير الساين، دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، دي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف، دي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف. طبعا 18 اكس باور 2 ماينس اكس باور 2 تطلع بزيرو. هنا هتبقى 9 بلس 54. ال 9 اكس بلس ال 54 اكس تطلع بكام؟ 63 اكس. ادي هنكتبها كده في الدرافت على جنب كانها 63 اكس. نيجاتيف 1 بلس 36 تطلع بوزيتيف 35. خلاص كده اوقف الديفايد ولا اكمل تاني؟ بص على الاكس اللي طلعت هنا اكس باور 1 والديفايزر بتاعنا اكبر اكس باور 2. خلاص يبقى احنا كده وقفنا. يبقى دوت اسمه ايه؟ اللي فوق ده يبقى اسمه الكوشنت. لما اكتب الكوشنت هكتب 3 اكس باور 2 ماينس ال 4 اكس ماينس ال 18، واللي طلع معايا دوت ده اسمه ايه؟ اسمه الريمين. طيب تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا جايب لي اكسرسايز تاني بس فيه فكره غريبه شويه، او مش غريبه ولا حاجه، يعني خدناها في بريب 1. عندي هنا 4 اكس باور 2 ماينس 5 اي اكس ماينس 6 اي باور 2، وهنا البي ايكوال اكس ماينس 2 اي. طب يا مستر ده انا عندي 2 فاريبلز، هرتب على حسب الاكس ولا الاي؟ لا، اختار الاكس او اختار 1 فاريبل واشتغل عليه، مالكش دعوه بالتاني. يعني انا هشتغل على حسب الاكس، فانا هكتب الايه؟ ال 4 اكس باور 2. ادي 4 اكس باور 2 ماينس، طبعا اكس باور 2 المفروض يكون بعدها اكس باور 1 اللي هي دي، ماينس 5 اي اكس ماينس 6 اي باور 2. بس كده بس كده. وهنا هنكتب الاكس ماينس ال 2 اي، ونبدا نعمل نفس الستبس هي بالظبط. ديفايدد، بعد كده ملتبلاي، بعد كده ماينس. طب 4 ديفايدد 1 تبقى 4. اكس باور 2 ديفايدد اكس، يتفضل عندي اكس واحده بس عشان بنعمل ماينس للباور. خش على الملتبلاي، اللي طلع عندي فوق ال 4 اكس بعملها ملتبلاي 2 تيرمز دول. 4 باي 1 تطلع ب 4 اكس باور 2. 4 تايمز نيجاتيف 2 تطلع نيجاتيف 8. ايوه يا مستر بس احنا هنا عندنا اكس وعندنا ايه، هنكتب اي اكس او اكس اي، مش هتفرق، الترتيب مش هيفرق. بعد كده هناخد لاين ونغير ايه؟ نغير الساين، دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، دي نيجاتيف هنخليها بوزيتيف. اول تو تيرم بيتكنسلوا مع بعض بزيرو. هنا نيجاتيف 5 بلس 8 تطلع بكام؟ ب 3 اي اكس. ونعمل دروب للنيجاتيف 6 اي باور. نبدا نعمل ديفايد الثاني. طيب انا دلوقتي ايه؟ هناخد الفيرست تيرم مع الفيرست تيرم. انا هقول ايه؟ قلت اعمل ديفايد عشان عندي هنا اكس باور 1 وهنا كمان اكس باور 1 فلازم اكمل. طب يلا نبدا نعمل ديفايد. 3 ديفايدد 1 تبقى ايه؟ بوزيتيف 3. يا مستر هنا في ايه؟ هنا مفيش ايه، يبقى تتكتب ايه زي ما هي. الاكس اتكنسلت مع الاكس، نعمل ملتبلاي بقى. 3ax 3a تايمز x تطلع ب 3ax. بوزيتيف باي نيجاتيف تطلع نيجاتيف 6. 3 باي 2 6 a باور 2. وناخد لاين ونغير ايه؟ نغير الساين. طبعا دي تطلع بزيرو، و6 ماينس 6 تطلع برضو بايه؟ بزيرو. يبقى الكوشنت بتاعنا اللي هو هيبقى عباره عن 4x بلس 3a، والريميندر
اللي هو هيطلع ايه؟ هيطلع زيرو، ما فيهاش ريميندر اصلا. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. نفس الفكره بالظبط بس هو جايبها لي اكس وواي بقى. تعال نشتغل فيها. انا عندي هنا اول حاجه اكس باور 3، اكس باور 2 يا مستر ده ما فيش عندي اكس باور 1 فلازم هتسيب لها السبيس بتاعها. تعال نكتب كده ونشوف. هنكتب طبعا اكس باور 3 اهي، بعديها بلس 3 اكس باور 2. الواي احنا قلنا بنعمل ايه؟ بشتغل على حسب 1 فاريبل واحد بس، حرف واحد بس اللي بشتغل عليه. فانا بشتغل على الاكس يبقى الواي مالهاش لازمه كانها مش موجود. بعد كده عندك ايه في الاخر؟ ماينس 2 واي باور 2. وهنا هنكتب الاكس بلس الواي. نبدا بقى نعمل الستبس بتاعتنا. ديفايدد باي ماينس اكس باور 3 ديفايدد اكس يبقى اكس باور 2. اعمل ملتبلاي اكس باور 2 تايمز الاكس تطلع اكس باور 3. اكس باور 2 تايمز الواي تطلع ايه؟ تطلع بلس اكس باور 2 واي. وناخد لاين ونغير ايه يا دكتور؟ نغير الساين. دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، دي بوزيتيف برضه هتبقى نيجاتيف. اكس باور 3 واكس باور 3 كنسلوا مع بعض. 3 ماينس 1 تطلع ب 2 اكس باور 2. دروب اللي عليه الدور. خد بالك هنا في سبيس فلازم احافظ على السبيس اكتبها معايا. ماينس 2 واي باور 2. اوكي نبدا نعمل ديفايد تاني. 2 ديفايدد 1 تبقى بكام؟ ب 2. اكس باور 2 ديفايدد اكس يتفضل معايا اكس. اعمل ملتبلاي بقى. اول واحده قلنا هتتكتب زي ما هي عشان 2 اكس تايمز اكس تبقى 2 اكس باور 2. 2 اكس تايمز واي تطلع بلس 2 اكس واي. وناخد لاين يا دكتوره ونغير ايه يا دكتور؟ الساين بتاعتنا. طبعا ده بزيرو. هنا كأن فوق زيرو. 0 ماينس 2 اكس واي تطلع نيجاتيف 2 اكس واي ودروبد للنيجاتيف 2 واي باور 2. هنا اكس باور 1 وهنا اكس باور 1 يبقى لازم اكمل لان احنا قلنا لازم تكون الاكس اصغر منها او مش موجوده اصلا. فطبعا نعمل ديفايدد نيجاتيف 2 ديفايدد اكس تطلع نيجاتيف 2. ايوه بس هنا الاكس اتكنسلت. مين اللي فضل معايا؟ الواي. يبقى لازم اكتب 2 واي. نبدا نعمل ملتبلاي بقى. 2 اكس او 2 واي تايمز اكس تطلع نيجاتيف 2 اكس واي. نيجاتيف باي بوزيتيف تطلع نيجاتيف. 2 باي 1 تطلع 2 واي باور 2. وناخد لاين يا دكتور ونغير ايه؟ سمعني الندى نغير الساين. تمام؟ طبعا نيجاتيف 2 بلس 2 بزيرو. نيجاتيف 2 بلس 2 بكام؟ بزيرو. حلو يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الكوشنت. الكوشنت الاكسبريشن اللي فوق اللي هو الاكس باور 2 بلس ال 2 اكس ماينس ال 2 واي. طب والريميندر؟ الريميندر بتاعنا هيبقى بكام؟ بزيرو. اوكي تعال نشوف بعد كده معانا ايه. هنا بقى يا شباب السكند بارت من الليسون بتاعنا الكوشنت اند ريميندر اوف بولينوميال. طبعا احنا هنا عندنا رول احنا المفروض نكون عارفينه من برايمري. الديفيدند ديفايدد ديفايزر ايكوالز الكوشنت بلس الريميندر. دي كانها ايكويشن. هو دلوقتي انا عندي كام حاجه؟ عندي 4 ايتمز. عندي الديفيدند نمبر 1، ديفايزر، كوشنت، ريميندر. طب احنا متعودين يديني الديفيدند والديفايزر ويقول لي هات الكوشنت والريميندر. ده النورمال بتاعنا. لكن في اللي جاي هيديك الريميندر ويديك الكوشنت وممكن يديك الديفايزر ويقول لك هات الديفيدند، او ممكن يديك الديفيدند والكوشنت والريميندر ويقول لك هات ايه؟ هات الديفايزر. طب يا مستر احنا كده دخلنا في فزوره. لا مش فزوره. سمي الديفيدند ده يا معلم كانه ايه؟ اللي انا قلت لك هنحتاج لها بعد شويه. ديفايدد. الديفايزر ده سميه بي والكوشنت هو الكيو. فاكر اللي انا قلت لك احنا هنحتاج لها بعد كده الاي والبي. طيب انا لو انا عايز اجيب الديفيدند دي بالديفايدد فهتروح بالباي. يبقى على طول الديفيدند بتاعنا اللي هو الايه هيبقى عباره عن الديفايزر ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي الكوشن. ولو في ريميندر هعمل له بلس الريميندر. ده كده اول رول لازم احفظه. يعني هو لو عايزني اجيب الديفيدند بتاعي اللي هو الاكسبريشن اللي انا هعمله ديفايدد هيبقى عباره عن بي تايمز كيو تايم بلس الار. طب ايه هي البي؟ الديفايزر اللي انا بعمل ديفايدد عليه. ايه هي الكيو؟ اللي هي الكوشنت هو هيقول لك عليها برضه. طب ايه هي الار؟ اللي هي الريميندر. خلاص كده يا شباب. ده كده اول رول بالنسبه لي. طب في رول تاني بقى. افرض كان عايز يجيب الديفايزر. تعال نشوف هيجيب الديفايزر ازاي. الديفايزر يا شباب عشان اجيبه هجيبه من الايكويشن دي. بص كده انا عايز اخلي البي لوحدها. فاول حاجه هودي الار بالماينس. يبقى انا هقول له كده البي تايمز الكيو تبقى ايكوال الايه؟ ماينس الار. ايوه البي معاها الكيو بالباي هكنسلها واوديها هنا بايه؟ بالديفايد. يبقى انا عشان اجيب البي اللي هو الديفايزر بتاعنا هيبقى عباره عن الديفيدند ماينس الريميندر اوفر مين؟ اوفر الكوشن. ودول هم التو رولز اللي انا هشتغل بيهم وبس على كده. لان هو مش هيطلب مني غير الاي او البي. الاي اللي هي الديفيدند والبي اللي هي الايه؟ اللي هي الديفايزر. تعالى بقى نشوف الايه الرولز بتاعتنا بخط افضل كده شويه بعد ما شرحناها. طبعا دي كده الايه اللي هو الديفيدند لو عايز اجيبها تبقى عباره عن بي تايمز الكيو اللي هو الكوشنت بلس الريميندر. لو انا عايز اجيب الديفايزر اللي هو البي هيبقى عباره عن الايه؟ الديفيدند ماينس الريميندر اوفر الكوشنت. بس كده. تعالوا نشوف اول اكسرسايز. بص يا شباب
هنا بيقول لك ايه find the polynomials a and b that satisfy the following conditions when a is divided by كذا. حلو. ال a ديت اللي هو الديفايزر divided by كذا يبقى دوت هو البي بتاعي، الكوشنت اللي هو الكيو، الار اللي هو الريميندر. بس كده خلاص. يبقى انا عشان اجيب الايه هطبق الرول دوت. اطبقه ازاي؟ تعال اقول لك نطبقه ازاي. طبعا هنكتب الايه ايكوال، نطبق الرول على طول، هنكنسل البي ونكتب الاكسبريشن بتاعها بس اكتبه جوه براكت x باور 2 minus 3x بلس 2، واقفل البراكت واكتب براكت تاني جنبه. مين تكتب؟ مين تكتب الكوشنت اللي هو 2x بلس 6. بعد كده في بلس عندي واكتب الريميندر اللي هو 2x minus 3. طب انا دلوقتي هعمل ايه يا مستر؟ هتخلص البراكتس دي الاول، تعمل المالتبلاي بتاعها، بعد كده تعمل بلس لللايك تيرمز. ازاي؟ اقول لك بقى. عندي هنا x باور 2 اعملها مالتبلاي 2x تطلع 2x باور 3. خد الاكس باور 2 مالتبلاي 6 تطلع بلس 6x باور 2. هناخد النيجاتيف 3x هنعملها مالتبلاي 2 تبقى نيجاتيف 6x باور 2. تمام؟ انا باخد كل تيرم من التيرمز دي اعمله مالتبلاي 2 تيرمز دول. ناخد النيجاتيف 3x مالتبلاي 6 بقى تطلع نيجاتيف 18x. خلصنا 3x. خش على 2 تايمز 2 تطلع ب 4x. 2 تايمز 6 بكام؟ ب 12. ونزل ايه اللي هو الريميندر بتاعنا اللي هو 2x ماينس 3 زي ما هي. خلصنا المالتبلاي، خلصنا مالتبلاي. نبدا نعمل كولكشن او نجمع اللايك تيرمز. اللايك تيرمز اللي هي ايه؟ زي بعض في الليترز وفي الباور. عندي هنا اول حاجه x باور 3، في حاجه شبهها؟ لا مفيش حاجه شبهها، نكتبها زي ما هي 2x باور 3. هنا x باور 2 هنا x باور 2. طب في x باور 2 ثانيه؟ لا مفيش، خلاص خلصت. بس انا عندي دي بوزيتيف 6 ونيجاتيف 6 كنسلوا مع بعض خلاص، مفيش x باور 2. طب انا عندي هنا خش على x باور 1 نيجاتيف 18x بلس 4x بلس 2. يا اما هتعملها بالكالك يا اما هتعملها بدماغك واللي انت عايزه بقى. نيجاتيف 18 بلس 4 تطلع نيجاتيف 14. نيجاتيف 14 بلس 2 تطلع كام؟ نيجاتيف 12x. نخش بقى على الابسوليوت تيرم، النمبر اللي هو ما فيهوش لتر. عندي هنا 12 ماينس 3 تبقى بوزيتيف كام؟ تبقى بوزيتيف 9. يبقى انا اقول له الايه بتاعتنا ايكوال الكلام ده كله، او الديفيدند بتاعنا هيبقى ايكوال ايه؟ الانسر دي. تمام كده؟ زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، انت بس جاست بتحفظ الرول. هنا نفس الكلام when ال a is divided by كذا then the quotient and the quotient 2x minus 1 and the remainder is كذا. هات لي مين؟ هات لي ال a. تعالى بقى ايه، انا مش كاتب لك الرول المره دي، انا اللي هكتب الرول. انا اللي هكتب الرول عشان نحفظه مع بعض. انا عندي ال a equal b q plus ال r. يبقى ال a بتاعتنا equal، اكتب براكت، اكتب جواه ال b اللي هي 2x باور 2 minus ال x بلس ال 2. جنبها براكت تاني للكيو اللي هي 2x ماينس ال 1 بلس الار اللي هو الريميندر كان بكام؟ كان ب 2. يلا فك البراكتس. عندي 2x هنا اعملها ملتبلاي 2x دي ملتبلاي 1. 2x باور 2 ملتبلاي 2x تطلع ب 4x باور 3. خش على 2x باور 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 تطلع نيجاتيف 2x باور 2. خلصنا من 2x باور 2. نيجاتيف x ملتبلاي 2x نيجاتيف باي بوزيتيف تطلع نيجاتيف 2x باور 2. نيجاتيف x ملتبلاي نيجاتيف 1 تطلع بوزيتيف 1x وال1 ما بيتكتبش. طب 2 تايمز 2 تطلع بكام؟ ب 4x. 2 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2. وانزل في الاخر ايه؟ ال 2 بتاعتنا اللي هي الريميندر. نبدا نعمل كولكشن لللايك تيرمز. x باور 3 مفيش شبهها، تتكتب زي ما هي 4x باور 3. خش على x باور 2. عندي هنا نيجاتيف 2x باور 2 وهنا كمان نيجاتيف 2x باور 2 تبقى نيجاتيف 4x باور 2. 1x بلس 4x تطلع بلس 5x. طب نيجاتيف 2 بلس 2 الاثنين بيكنسلوا مع بعض بايه؟ بزيرو. يبقى ديت الايه بتاعتنا او الديفيدند بتاعنا زي ما هو كان طالب. زي ما انت شايف كده الليسون اصلا سهل جدا 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 مفيش اي حاجه. وخد بالك دوت هو الاهم، البارت ده هو الاهم. طب ما تيجي نشوف ايه اكسرسايز تاني كده. كويشن نمبر 4 يا شباب بيقول ايه؟ بيقول when 2x باور 3 بلس x باور 2 minus 3x بلس ال 5 is divided by b. خد بالك البي مش موجوده فانا عايز اجيب البي. The quotient is x plus 1 and the remainder is negative 5x plus 2. حلو. تعالى بس نوزع الداتا بتاعتنا هنا. احنا هنا عندنا الايه، ادي الايه موجوده اهي، البي مش موجوده، دوت الكوشنت ودوت الريميندر. احنا هنطبق الرول دوت وهنشتغل بيه. خد بالك الاكسرسايز دوت ايه يعني خطواته كتيره شويه. هنقسم البيج بس لتو بارت عشان احنا محتاجين ايه نجيب البي. بص يا دكتور، احنا اول حاجه عشان نجيب البي ادي البي اهي كانت ايكوال ايه؟ ايكوال الاي ماينس الار. الاي اكتبها زي ما هي 2x باور 3 بلس الاكس باور 2 ماينس 3x بلس ال 5 ماينس الار حطها جوه براكت اللي هي النيجاتيف 5x
بلس ايه بلس ال 2 اوفر مين؟ اوفر الكوشنت اللي هي عباره عن الاكس بلس ال 1. طب الخطوه الجايه هنعمل ايه؟ هنفك البراكت اللي فوق دوت. طبعا هنا هنكتب ايه؟ هنكتب ال 2 اكس باور 3 زي ما هي بلس الاكس باور 2 زي ما هي ماينس ال 3 اكس بلس ال 5. نيجاتيف باي نيجاتيف تطلع بوزيتيف 5 اكس، نيجاتيف باي بوزيتيف تطلع نيجاتيف اوفر اكس بلس ال 1. برضه لسه هنعمل سمبليفاي تاني. اكس باور 3 مفيش حاجه شبهها تتكتب زي ما هي خالص. اكس باور 2 مفيش حاجه زيها تتكتب زي ما هي. عندي هنا نيجاتيف 3 اكس باور 1 بلس 5 اكس تطلع بلس 2 اكس، وعندي 5 ابسوليوت ماينس 2 ابسوليوت تطلع كام؟ بلس 3 اوفر الاكس بلس ال 1. بس كده خلاص. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هرجع اعمل بقى اللونج ديفيجن اللي احنا كنا شرحناها من شويه او في البارت الاولاني. ازاي؟ تعال نشتغل كده ونكتبها. اول حاجه هنعمل ايه؟ علامه الديفيجن بتاعتنا. طبعا هنكتب الاكسبريشن الكبير تحت هنا علامه الديفيجن 2 اكس باور 3 بلس الاكس باور 2 بلس ال 2 اكس بلس ال 3، وهنا هنكتب الاكس بلس ال 1، ونبدا بقى نعمل ديفايدد وباي وماينس اند سو اون. ناخد الفيرست ديفايدد الفيرست 2 ديفايدد 1 ب 2 اكس باور 3 ديفايدد اكس تطلع اكس باور 2، ونبدا نعمل باي 2 اكس باور 3 عشان 2 اكس باور 2 تايمز اكس تطلع 2 اكس باور 3. 2 تايمز 1 ب 2 اكس باور 2، وناخد لاين ونغير ايه؟ نغير الساين. اول 2 ترم هيتكنسلوا مع بعض. هنا عندي هنا فوق 1 ماينس 2 تطلع نيجاتيف اكس باور 2، ونعمل دروب لل 2 اكس بلس 3. طب نكمل تاني عشان لسه الاكس هنا دي اكبر. ناخد النيجاتيف ديفايدد البوزيتيف تطلع نيجاتيف اكس باور 2 ديفايدد اكس تطلع ب 1 اكس. اعمل ملتبلاي تاني. نيجاتيف اكس تايمز اكس تطلع نيجاتيف اكس باور 2. نيجاتيف اكس تايمز 1 تطلع نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1 اكس او نيجاتيف اكس على طول. ناخد لاين ونغير الساين، دي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف، ودي نيجاتيف برضه هتبقى بوزيتيف، ده هيتكنسل بزيرو. 2 اكس بلس 1 تطلع ب 3 اكس، ونعمل دروب لمين؟ لل 3. هنا اكس باور 1 واكس باور 1 لسه هكمل. 3 ديفايدد 1 تطلع بلس 3، وهنا الاكس تتكنسل مع الاكس. 3 تايمز اكس تطلع ب 3 اكس، 3 تايمز 1 تطلع ب 3، وناخد لاين ونغير الساين، ده زيرو وده كمان زيرو. يبقى هي دي البي بتاعتنا يا شباب. خلاص. طبعا سؤال طويل جدا وايه، وممكن تكون ارخم حاجه لو انا عايز اجيب الايه؟ الديفايزر بتاعنا. هنقول ان البي كده تبقى ايكوال عباره عن 2 اكس باور 2 ماينس الاكس بلس كام؟ بلس 3. طيب انا عارف ان هو اكسرسايز رخم، تعالى ناخد سؤال ثاني عليه كده. هنا بيقول ايه يا شباب بقى؟ when 2x power 3 plus ال 4x power 2 plus 7 is divided by ال b. برضه عايزنا نجيب ال b. the quotient is كذا and the remainder is 3x plus 13. تعال ايه نوزع الداتا بتاعتنا الاول. انا عندي ديت ال a، ال b مش موجوده، دوت ال q ودوت ايه؟ دوت ال r. برضه احنا هنقسم البيج بتاعتنا عشان احنا محتاجين نعمل ايه؟ لونج ديفيجن بعد كده. طبعا الرول مش مكتوب، انا بقى هكون حافظه واكتبه. هقول ان ال b equal ال a ماينس الار اوفر الكيو، ونرجع نعمل زي الاكسرسايز اللي فات بالظبط. نكتب البي زي ما هي ونكتب الريميندر جوه براكت. البي الاي زي ما هي اللي هي 2 اكس باور 3 بلس ال 4 اكس باور 2 بلس ال 7 ماينس الار اكتبها جوه براكت عشان ايه؟ تفك ايه البراكت وبعد كده تغير التو ساينز. 3 اكس بلس 13 اوفر الكوشنت بتاعنا هو الاكس بلس 2. طب يلا نبدا نفك البراكتس اللي فوق. انا عندي طبعا ال 2 اكس باور 3 زي ما هي بلس 4 اكس باور 2 زي ما هي بلس ال 7. هنا بوزيتيف باي نيجاتيف تطلع نيجاتيف 3 اكس، بوزيتيف باي نيجاتيف تطلع نيجاتيف 13 اوفر الاكس بلس 2. نبدا نجمع اللايك تيرمز، الحاجات اللي شبه بعض. الاكس باور 3 مفيش حاجه شبهها. بعد كده ال 4 اكس باور 2 برده مفيش حاجه شبهها تكتب زي ما هي. الاكس باور 1 برده مفيش حاجه شبهها تكتب زي ما هي. اوكي. 7 ماينس 13 تطلع بكام؟ تطلع نيجاتيف 6. خلاص. وهنا الاكس بلس. يبقى انا كده عملت سمبليفاي وجبت الفاليو بتاعت الاي ماينس الار. تعالى بقى نبدا نعمل اللونج ديفيجن بتاعتنا. هنكتب هنا ال 2 اكس باور 3 بلس 4 اكس باور 2 ماينس ال 3 اكس ماينس 6، ونكتب هنا الاكس بلس 2 بقى، ونبدا نعمل ال 3 ستيبس اللي احنا كنا خدناهم قبل كده. ديفايدد باي ماينس. طيب 2 ديفايدد 1 تبقى ب 2 اكس باور 3 واكس يتفضل عندي اكس باور 2. هنا نبدا نعمل ملتبلاي. 2 باي 1 تطلع ب 2 اكس باور 3، و2 باي 2 تطلع ب 4 اكس باور 2. ناخد لاين ونغير ايه؟ نغير الساين، دي نيجاتيف ودي كمان هتبقى نيجاتيف. اوكي. طيب اول اتنين دول طلعوا بزيرو وتاني اتنين دول طلعوا بزيرو. اعمل ايه بقى؟ دروب اللي عليه الدور اللي هو النيجاتيف 3 اكس ماينس 6.
طب كده يا مستر انا هنا مش هعمل ديفايد، مش هتعمل حاجه، ان هي تطلع بزيرو، زيرو اوفر اي حاجه بايه؟ بزيرو. تبدا بقى من اول الديفايد اللي هو نيجاتيف 3 اكس، هنا عندي اكس باور 1 وهنا اكس باور 1، نبدا نعمل ديفايد. نيجاتيف 3 ديفايدد 1 بنيجاتيف 3، الاكس اتكنسلت مع الاكس، نبدا نعمل ملتبلاي، اول واحده نيجاتيف 3 اكس زي ما هي، نيجاتيف 3 تايمز 2 تطلع نيجاتيف 6، تاخد لاين يا دكتور وتغير ايه؟ الساين، دي بزيرو ودي كمان بايه؟ بزيرو، يبقى هي دي البي بتاعتنا. يبقى انا لما اكتب كده هقول له ايه؟ هقول له ان البي ايكوال 2 اكس باور 2 ماينس كام؟ ماينس 3. تمام كده يا شباب، احنا خلصنا الليسون بتاع النهارده. كان معاكم مستر عطيف، قناتكم جو ماث. اشوفكم بخير ونتلاقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.